بصوا يا رجاله، انا طبعا ممتن جدا على الثقه اللي انتوا اديتوها لي، وده طبعا انا عارف انها نابعه من احساس عندكم انتوا تاخدوني قدوه. هو في ايه يا معلم؟ هو ده حسين الشحات ولا ابراهيم الفقي؟ بسم الله ما شاء الله عليه، عامل زي مقدمين ناشونال جيوغرافيك. فملخص كلام النابع من العقل انه يستفيد اللسان عشان تعرف تفكر كيف تؤكل كتف اللبوقه. يا استاذ حسين معلش لو بنقاطع سيادتك، يعني ممكن تخلص فقره التنميه البشريه دي وندخل في الموضوع؟ يا اخي كنت سيبه، كنا نعرف منه كيف يتم افتراس اللبوقه. روح اتفرج على نفسك في نهاية القرن وانت تشوفها حصري. انت بتقاطعني ليه؟ انت اصلا مدرك حجم كلام اللاوعي. لوعيك ايه يالا؟ ما تخلص، احنا هاربين ساعتين من كولر بالعافيه. كل اللي احنا طالبينه منك نعرف ازاي نلعب قدام ريال مدريد بما انك لعبت قدامهم قبل كده. هو صحيح يا حس انت كنت ندي رودريجو في الماتش؟ طبعا. ده انا بعد ما ارهقت طول الماتش وخلصنا طلع يجري ورايا علشان ياخد التيشيرت بتاعي وعزمني بعدها على العشاء عنده في بيتهم، بس انا الصراحه ما رحتش. ليه يا عم؟ اصله كان عامل لحم خنزير يا عم، وانت عارف ان لحم الخنزير حرام. تصدق بالله انت اللي خنزير. رودريجو مين يالا؟ الماتش ده كان 2018، يعني رودريجو ساعتها كان لسه ناشئ في حوش مدرسه البرازيل الثانويه بنين. انت بتقطعه كل شويه ليه؟ ما تسيبه نستفيد من خبراته. قول يا فنان قول. اول حاجه حابب اعرفها لكم، وهي معلومة طبعا من معلومات القيمة. على فكرة معلومات القيمة دي ما بتطلعش لأي حد، يعني مثلا الولد يانج بقاله أسبوعين نفسه يطلع مني معلومة واحدة وأنا منفض له. بس يا فنان هو أنت إزاي كنت بتفهم ديونج؟ ده بيتكلم فرنساوي. كنت بخلي الولد طاهر عامل مشترك ما بيننا، وهو نستفيد منه بأي حاجة في النادي. يا سلام، أسطورة والمصحف. يا صبر أيوب. خلاص بقى فوش، عشان كهربا شكله متكهرب دلوقتي. اللي عايزكم تعرفوه إن مدريد ده أصلا بيلعب في أسبانيا. واحد طبعا هيسألني يقول لي ازاي، اقول له لان مدريد اسباني. خبرات. اهدى بقى يا عم الطبلة انت شوية كده. هي دي بقى المعلومة اللي ما بقالنا ساعتين هربانين عشان توصلها لنا؟ ما هو الصراحة ما عنديش معلومات اكتر من كده، لان التشكيلة اللي لعبت قدامها غير التشكيلة اللي بتلعب دلوقتي. ولما انت مش عارف حاجة عمال ترازي فينا من الصبح ليه؟ مش بنقل لكم خبراتي، بس نكتفي بهذا القدر، مش عايز ازيد ولا عيد. يا سلام على التواضع، بص ما يطلعش من بقه غير الكلام المفيد وبس.